أهلا يا جماعة. المفروض الفيديو ده ينزل 2026. لو اتأخر استحملوا علشان أنا سحبه، وعلشان المفجع اللي بحضرها لعام 2026 ونصايح 2026 لسنة. علشان كده أنا عملت لكم تاتا مفكرو 2026. محدش يركز معايا علشان أول مرة أعمل مفكرة في حياتي. خليني أبدأ أشرح لكم المفكرة. افتكروني في 2027. إن شاء الله هنرجع نشوف المفكرة دي ونشوف تطورنا السنة دي. تمام؟ طبعاً جاهزة؟ ممكن أي حد يستعملها. نبدأ. هنا ده غلاف المفركة، بالون الأزرق أحسه يمثلني، مكتوب فيه Planning Brochure، يعني مفكرة التخطيط 2026. بس كده حاولت أخليه حلو قدر الإمكان. الصفحة الثانية التقويم السنوي 2026. صفحة الثالثة إنجازات السنة السابقة. ده تكتبي فيه عملتي إيه السنة اللي فاتت؟ ممكن تحبي معدلك الدراسي، كم مرة ختمتي القرآن في رمضان؟ كنتي بتذكري كويس أو العكس؟ ما كنتيش بتدرسي؟ ما عملتيش حجة؟ واكتبي عايزة أتحسن. صفحة الرابعة أهداف. ده جدول الأهداف، فيه بتكتبي أهدافك لسنة دي. معلش أنا وحشة في صنع الجدول ده اللي طلع خانة واحد. لماذا تريد تحقيق الهدف؟ نكتب مثلاً أشعر بكسل في جسمي وعضني متكسر كل يوم. الهدف أحسن صحتي. طريقة تحقيقه رياضة. ما أدري، بس لازم تكون رياضة معينة كل يوم، نفس فيديو التمارين. أو التطبيق مثلاً رياضة نص ساعة من الفيديو الفلاني كل يوم. تمام؟ وكده تكتب أهدافك. الصفحة 5 expenses، يعني النفقات. عندك جدول تكتب نفقاتك، وقت المبلغ اللي خرج ووقته المبلغ اللي دخل. تكتب التاريخ زي كده. المبلغ اللي عندي أول السنة 1000 جنيه، دفعة في 18 من يناير 2026. 500 جنيه جالي في 11 من مايو 2026. 60 جنيه مش عارفه ده اللي جه في بالي علشان أشرح. ممكن تكتب أخدت الفلوس من مين ودفعتها على إيه. وآخر السنة شوف الجدول وبتتصدم لما تشوف مصاريفك، وممكن يطلع في بالك خطة. ماشي؟ صفحة 6 بديت تخطيط الأشهر. أول شهر يناير أو جانفي، طبعاً رمزه الشتاء، حطت لكم ملاحظة تحفزيه. Nostalgia has a special chapter، يعني فصلي الذي أحن إليه، علشان أنا تولدت فيه صور شتاء شوية ستكرز. صفحة 7 شوفوا التصميم، مش رهيب؟ جامد جداً يا جمدانو، يبر عن الثلج والبرد. أول جدول اسمه Collecting Tasks، يعني تحصيل المهام. معناها إنك هتكتب في الخانات عملت كم بالمية من مهمتك. مثلاً لازم تعمل 20 مهمة، أنت عملت 15، يعني تساوي 75%. وكده هتكب، وفي آخر الشهر هتشوف كام يوم جبت 100%. وكافئ نفسك. جي شكلها أصلاً راحة نفسية وانت شايف كل الأيام 100 ماشي. الجدول اللي تحت Your Mood Today مش محتاجة ترجمه، المفروض تكتب مزاجك كل يوم. أكيد في مزاج كان طاغي على يومك، وممكن تلونها أحمر غضب، أزرق برود، أصفر مرح، أو ترسم أموجي، أو تكتب سبب فرحك زعلك. مثلاً أنا اليوم كملت المتحنات فرحانة، اليوم ماما ضربتني زعلنا معلش. وكده شرحت محصلات الشهر فبراير 2026، وده هيكون في رمضان. تصميم دزين رمضان ومقولة لو كان لا يوجد أحد لتحبه فأحب نفسك، لو كان لا أحد يحبك فنفسك تحبك. تبان مقولة كأبة بس حبتها جداً. مارس لستنا في رمضان، دزين رمضان ومقولة تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير. وتصميم ورود زرقاء علشان هنكون بين الشتاء والربيع. إبريل 2026 تصميم أخضر مع مقولة إبريل هو الشهر الأكثر لطفاً، يخرجك من ضغوطك ويخرج للعمل في الحديقة علشان حنكونوا في الربيع مع كذبة إبريل. وتصميم محصل أو جدول مختلفة عن قبل بس عجبتني.
مايو 2026 شهر مايو بقى شهر النشاط والحركة. التصميم اخترت له ألوان فاتحة بين أزرق وأخضر علشان نحس إننا دخلنا الربيع بجد. في مقولة التغييرات الصغيرة كل يوم بتعمل فرق كبير مع الوقت، وده شهر مناسب جداً إنك تركزي على الالتزام بالرياضة، مذاكرة أو حتى عادة بسيطة زي شرب مية أكتر. يونيو 2026 يونيو شهر الامتحانات والضغط، فالتصميم هنا هادي ومريح للعين علشان يقلل التوتر. المقولة اعملي اللي عليكي وسيبي الباقي على ربنا. وفي الشهر ده خلي تركيزك مش على الكمال لكن على الاستمرار حتى لو بنص مجهود. يوليو 2026 يوليو سلانة عطلة، مسحر، ملخبطة. التصميم صيفي، ألوان أخضر وأزرق سماوي. المقولة الراحة مش كسل، الراحة إعادة شحن. وده شهر مهم إنك توزني بين الراحة وتطوير نفسك، تتعلمي حاجة جديدة، تقري كتاب، أو تشتغلي على موهبة. August 2026 أغسطس شهر المراجعة قبل الرجوع للواقع. التصميم بسيط ومنظم علشان تبدأي تجهزي نفسك نفسياً. المقولة استعدي بهدوء، القادم يحتاجك قوية. في الشهر ده ارجعي لعاداتك واحدة واحدة من غير ضغط. سبتمبر 2026 سبتمبر إسراع البداية جديدة. التصميم فيه ألوان خريفية، بني، بيج وبرتقالي. المقولة البدايات الجديدة لا تحتاج كمال، تحتاج نية. ده أفضل شهر لبدء صفحة جديدة، تنظيم وقت، أهداف دراسية وروتين ثابت. أكتوبر 2026 أكتوبر شهر التوازن. التصميم دافي ومريح. المقولة ما بين الحين والآخر نحتاج لأن نكون مثل فصل الخريف، ندع كل ما يؤلمنا يتساقط من داخلنا لنفسح المجال. ركزي فيه على صحتك النفسية ومزاجك اليومي في جدول المود. نوفمبر 2026 نوفمبر شهر هادي قبل الزحمة. التصميم بسيط وناعم. المقولة الامتنان يغير كل شيء. حاولي كل يوم تكتبي حاجة واحدة ممتنة ليها حتى لو بسيطة. ديسمبر 2026 آخر السنة. التصميم شتوي، أزرق وأبيض وحنين. المقولة فخورين بنسخة 2026 منك. وده أهم شهر بقى، تراجعي كل السنة، تشوفي تطورك، تقرأي أهدافك القديمة وتكتبي رسالة لنفسك في 2027. وآخر صفحة، صفحة 30، أشياء علمتني إياها 2026. تعلمت إن، اكتشفت إن، بطلت أعمل، بدأت أعمل، أقوى نسخة مني كانت لما، أول قرار صح خدته، أكبر غلطة سامحت نفسي عليها، نصيحة واحدة ما أنساهاش، أشياء أنا ممتنة لها، أشياء حصلت، أشياء ما حصلتش بس علمتني، أشخاص، لحظات بسيطة. الامتنان بيكفل السنة بطاقة سلام. إلى في آخر 2026. لو وصلتي لهنا يبقى مهما حصل أنتِ كملتي. فاكرة خوفك في بداية السنة؟ فاكرة تعبك؟ أتمنى تكوني دلوقتي أهدى، أقوى، وأحن على نفسك. لو حققتي اللي كنتي عايزاه فخورين بيكي، ولو لأ فأنتِ حاولتي وده كفاية. ما تنسيش إنك إنسانة مش مشروع. بحبك.